في جديد الهجوم الإرهابي الذي نفذ بشاحنة كبيرة دهست العشرات في مدينة نيس الفرنسية، أوقفت الشرطة الفرنسية رجلا وامرأة صباح اليوم الأحد على صلة بالجريمة، والسلطات الفرنسية تقول إن استقطاب المهاجم نحو التجدد كان سريعا ما حال دون مراقبته، فيما يستغل اليمين المتطرف الحادثة لاتهام السلطات بالتقصير الأمني. بحرقة يحاول هذا الرجل التعبير عن حزنه وغضبه لفقده زوجته وطفله إثر الاعتداء الإرهابي بشاحنة دهست المحتفلين باليوم الوطني الفرنسي على طول كيلومترين من جدة الإنجليز بمدينة نيس الجنوبية. لكنه ليس إلا واحدا من العديد من الأشخاص الذين فقدوا عزيزا لهم في الحادثة. السلطات الفرنسية تواصل حملة الملاحقة والاعتقالات بحق المتورطين بالجريمة، حيث كشف مصدر قضائي أن الشرطة أوقفت رجلا وامرأة صباح الأحد على صلة بالهجوم ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 7 أشخاص، بينهم الزوجة السابقة لمنفذ الاعتداء التونسي الجنسي محمد الحواج بوهلال. الصدمة التي سببها الاعتداء سيطرت أيضا على أقارب بوهلال وجيرانه في مسقط رأسه بمدينة مساكن التونسية، والذين أكدوا أنه كان منطويا على نفسه ولم تكن لديه اهتمامات دينية ولا بوادر تطرف، غير أنه عانى لسنوات من اضطرابات نفسية. كان لا يتكلم مع أحد وتنبعث منه رائحة الخمر في شهر رمضان، بحسب رأيي لم يكن متدينا. الهجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وقد رجح وزير الداخلية برنار كازناف أن يكون بوهلال قد تحول للفكر المتطرف بشكل سريع ما منع الشك به. نحن أمام هجوم من نوع جديد، المنفذ لم يكن معروفا من قبل الاستخبارات، يبدو أنه تطرف بشكل سريع. هذا الأمر أكده أيضا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية، لافتا إلى أن ما حدث يمثل أسلوب عمل داعش المتمثل بإعطاء أشخاص مضطربين أفكارا أيديولوجية تبرر أفعالهم الإرهابية. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يبدو أن المعارضة الفرنسية لن تفوت فرصة استغلال كل اعتداء لاتهام السلطات بالتقصير الأمني، حيث طالبت زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبان كازنوف بالاستقالة، وقائلة إنه لو كان هناك وزير في أي مكان آخر في العالم بمثل هذا السجل الرهيب 250 قتيلا خلال 18 شهرا لقدم استقالته منذ فترة طويلة. لكن فالز نفى عن أجهزة الأمن تهمة التقصير دون التردد في التحذير من توقع هجمات جديدة في المستقبل.